المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة للدفع ببرامج الرعاية الاجتماعية. جهود حثيثة لتنمية الإنتاج بتأمين العلف الحيواني في الإقليم الأوسط. فرع الشباب العمال في فورو يعقد مؤتمرها السنوي. قرارات إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع بعد اقتحام جنين. قتيل ومصابان في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان بطهران. دراسة تكشف تدبير ثلث غابات الأمازون. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة القبراب للدفع ببرامج الرعاية الاجتماعية. وأوضح في الاجتماع التقييمي لمكتب الوزارة في الإقليم الجنوبي الذي عقد في 26 من يناير أن تحسين حياة المحتاجين في المجتمع من مهام الوزارة، داعيا الأعضاء للعمل المتفاني من أجل الحفاظ على الإنجازات والدفع بها قدما. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع تقديم الحكومة أكثر من 75 مليون نقفة إعالة لأسر الشهداء وتقديم أكثر من 1,800,000 نقفة للمحتاجين. وأوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد هيلي جبر ميكائيل أن العمل سيتواصل هذه السنة للدفع بأنشطة التوعية وتأهيل المحتاجين، مشددا على أن إعالة أسر الشهداء والمعاقين والمحتاجين ليست للحكومة وحدها. وأوصى حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تصفاسين لوضع البرامج الهادفة لتقوية برامج العمل والرعاية الاجتماعية وتوعية الشعب بها، مؤكدا على تعاون وقوف إدارة الإقليم إلى جانب إنجاح هذه الأعمال. يقوم فرع الثروة الحيوانية في الإقليم الأوسط ببذل جهود حثيثة لتنمية إنتاج الثروة الحيوانية بتأمين العلف الحيواني. وأوضح ممثل الفرع السيد في الصحيح تصفاسيون وجود حوالي 115,000 ماشية تتمثل في الأبقار والضأن والماعز والأحصنة والحمير والخنازير والأرانب. وبموجب الجهود الجارية لتأمين العلف الحيواني الأخضر تم جمع أكثر من 60,000 كنتال، مما ساهم ذلك في ارتفاع الكمية بنسبة 43%. كما تم جمع حوالي 54,000 كنتال من مخلفات الحبوب والقصب والعشب خلال 2020، ويغطي ذلك 7 أشهر من الغذاء الحيواني. وقد تم تطعيم 71,328 ماشية بهدف تأمين الصحة الحيوانية، فيما أجريت عملية التهجين للأبقار الحلوب. وأوضح ارتفاع كمية الحليب بنسبة 18%، وذلك بجمع 8.2 مليون لتر من الحليب، بينما جمع من 9,329 منحلة 784 كنتال من العسل، مما يشير ذلك إلى ارتفاع النسبة ب27%. وأشار إلى توزيع 48,413 فراخ ل96 مزارعا بأسعار زهيدة، وبذلك بلغ إنتاج البيض حوالي 4 ملايين بيضة. في الختام أوضح السيد في الصحيح أن الفرع نظم دورات تأهيلية وتدريبية شارك فيها 200 موظف، وكان الهدف من ذلك رفع قدرات أعضائه والمزارعين، مما دفع ذلك بتسهيل الأنشطة. عقد الشباب العمال في مديرية فورو مؤتمره السنوي لتقييم أنشطته، وقد اختار في تلك المناسبة لجنة إدارية جديدة. وأوضح التقرير المقدم في المؤتمر تنفيذ دورات تأهيلية خلال 5 سنوات مضت لرفع قدرات الشباب العمال وإنجاز أعمال مرضية في تنفيذ اللوائح الصادرة لمكافحة كوفيد-19.
وأشار إلى مساهمة الضواحي والمديرية لإنجاح الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية. وقال مسؤول الشباب في المديرية الشاب عثمان أحمد الدين إنهم سيسعون جاهدين لتعزيز أنشطة الشباب العمال هذا العام. وشدد مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في فرع الشباب بالإقليم على أهمية دور الشباب في حماية وحفظ القيم المجتمعية. وناشد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد أحمد صالح العمل مانحا إنشاء شباب متسلحين بالمعرفة الأكاديمية والمهنية. هذا يضم تنظيم الشباب العمال في المديرية 150 شابا يعملون في كافة المؤسسات الحكومية والجبهة والاتحادات الوطنية. بحث مكتب التعليم في مديرية عرزة سبل تحسين نتائج الطلاب في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية. وأوضح مدراء المدارس بأن تقديم الدروس الإضافية كانت إيجابية إضافة إلى المسابقات التعليمية لترسيخ روح المنافسة. وذكر مسؤول التعليم الأستاذ سفهيوت ولد قرقيس إجراء اختبارات تقييمية للطلاب بوضع حوالي 4000 سؤال. وسجل الطلاب نقاط من 80 إلى 2005. ودعا الاجتماع إلى تنفيذ برامج الدعم التعليمي في جميع المدارس وقيام أولياء الأمور بالمتابعة اللازمة إدراكا لأهمية هذه البرامج. تلقى 128 شابا من مدينة الدغيح دورة تدريبية مهنية في مختلف المجالات امتدت إلى 3 أشهر. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية الدغيح السيد إبراهيم بارول في مراسم التخريج التي جرت في 26 من يناير، أوضح بأن التدريب تضمن تصفيف الشعر والتصوير المتحرك والعلوم الاجتماعية، مشيرا إلى أن التدريب قدم بأسعار رمزية للمستطيعين ومجانا للمحتاجين. وأكد المدير التنفيذي لإدارة مديرية الدغيح السيد كيروس قبر مريم تعاون الإدارة لتأهيل وتدريب الشباب وتشجيع أنشطة التأطير والتنظيم. أحرز الدراجة الإرتري هينوك ملبرهان المركز الثالث في المرحلة الخامسة من طواف الجابون التي غطت مسافة 104 كيلومترات. واحتل الدراجون الإرتريون ميكيل هابتي ونتنائيل برهاني وأخليل عرفاني في المراكز من 14 حتى 16، والدراج داويت يماني في المركز 21. وجاء الدراج ميرون تشمي الذي أحرز المركز الثاني في سباق الأمس في المرتبة 37 مع المجموعة الكبيرة دون خسارة أي وقت. وبهذا عاد الدراج هنوك من البرهان الاستحواذ على قميص المتسابقين الشباب وحاز على المرتبة الثالثة لقميصي الوقت والنقاط. ويتخلف الدراج هنوك ب17 ثانية عن منافسات الوقت من الدراج الفرنسي جيسون تايسون، بينما يستحوذ على 78 نقطة للقميص الأزرق خلف الدراج صوب جيفري الذي وضع في رصيده 94 نقطة، والأول جيسون تايسون الذي جمع 112 نقطة. وعلى مستوى الفرق يحتل المنتخب الوطني المركز الأول متقدما ب19 ثانية على فريق توتال جينرجي الفرنسي وبنغول البلجيكي. ويستمر طواف لاتروبيكالي أوميسا بونغ الجابون يوم غد لمسافة 127 كيلومتر للمرحلة السادسة، ويوم الأحد لمسافة 130 كيلومتر تتخلله صعود المرتفعات. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني. من جهتها قالت مصادر أمنية في غزة لوكالة الأنباء الفرنسية أن 15 غارة نفذت من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات. ويأتي تبادل إطلاق النار عبر الحدود بعد اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية أسفر عن سقوط 10 قتلى، وهو أكبر عدد خلال يوم واحد منذ أعوام. وقررت السلطة الفلسطينية على أثره وقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية.
وبثت القناة 12 الإسرائيلية مقطعا مصورا لصواريخ اعتراضية إسرائيلية تنطلق في السماء فوق مدينة عسقلان على بعد نحو 12 كيلومترا شمال قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تتطلع إلى تصعيد الوضع على الرغم من أنه أصدر أوامر لقوات الأمن بالبقاء في حالة التأهب في مختلف القطاعات. قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن شخصا قتل وأصيب 2 آخران عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران، متهمة طهران بتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بسفارتها. وأضافت الوزارة في بيان أن المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشينكوف. وجاء في البيان أن المهاجم دمر نقطة الحراسة بسلاح آلي مما تسبب في مقتل رئيس جهاز الأمن وإصابة 2 من حراس الأمن خلال محاولتهم التصدي له. كما أعلنت الخارجية الأذربيجانية فتح التحقيق في الواقعة متعهدة بتقديم مزيد من المعلومات للجمهور بشأن تفاصيل الحادث في وقت لاحق. وقالت الشرطة في طهران إنها ألقت القبض على مشتبه به وتحقق في الدافع وراء الهجوم. وفي بيان شديد اللهجة اتهمت وزارة الخارجية في أذربيجان إيران بتجاهل استمر طويلا لدعوات باكو من أجل تعزيز الأمن عند سفارتها في طهران. دمر ثلث غابة الأمازون بفعل الأنشطة البشرية والجفاف على ما أظهرت دراسة علمية نشرت في مجلة ساينس، ودعا المشاركون فيها إلى إقرار قوانين ترمي إلى حماية هذا النظام الإيكولوجي الحيوي المعرض للخطر. وأشار الباحثون إلى أن الأضرار التي لحقت بالغابة الممتدة على 9 بلدان أكبر بكثير من تلك المسجلة سابقا. وحلل الباحثون في دراستهم الآثار الناجمة عن الحرائق وقطع الأشجار والجفاف والتغيرات في الموائل على أطراف الغابة التي تسمى بتأثيرات الأطراف. وأدت هذه الظواهر باستثناء الجفاف إلى تدمير ما لا يقل عن 5.5% من بقية المساحة التي تشكل النظام الإيكولوجي للأمازون، وذلك بين عامي 2001 و2018 بحسب الدراسة التي أجريت. وخلص العلماء إلى أن فقدان الأمازون يعني خسارة مجال حيوي، فيما الامتناع عن التحرك لإنقاذ الغابة سيلقي بظلاله على البشر. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشفت مصر عن مقابر فرعونية عدة ومومياء كاملة تعود لعصر الأسرتين الخامسة والسادسة اللتين حكمتا البلاد قبل نحو 4500 عام بمنطقة سقارة القريبة من أهرام الجيزة غرب القاهرة. ومن منطقة الكشف أعلن عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس للصحفيين أن أعمال الحفر التي تولتها البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة أسفرت عن العثور على مقابر تعود لعصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة. وخلال الأعوام القليلة الماضية كشفت مصر عن كنوز أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة، حيث اكتشفت أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها ل 2500 عام. ختاما لهذه النشرة نذكر بأهم وأبرز العناوين. دعوة للدفع ببرامج الرعاية الاجتماعية. جهود حثيثة لتنمية الإنتاج بتأمين العلف الحيواني في الإقليم الأوسط. المنتخب الوطني للدراجات الهوائية يحقق انتصارا باهرا. فرع عقارات إسرائيلية على غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع بعد اقتحام جنين. قتيل ومصابان في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان بطهران.
ودراسة تكشف تدمير ثلث غابات الأمازون. سادتي سيداتي، انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.